عارف شو بيقعد يضحك يقول لا. مع انه عوض. رماها كده بس كانت متوظفة حلو. مسلسل بيتكلم عن دكتور يحيى الطبيب اللي كان بيلعب كيك بوكسنج زمان، لكن بيتعرض لمشاكل كبيرة نتيجة لصدمة حدثت في حياته، وبنشوف تأثير الصدمة دي على حياته دلوقتي. أهمية المسلسل ده لإيه؟ أول حاجة، ده أول مسلسل يعرض على منصة أمازون برايم. أمازون برايم نزلت مصر، ده أول مسلسل يعرض عليها. إنتاج صادق أنور الصباح، تأليف محمد ندى، وإخراج مريم أحمدي. محمد ندى عنده قبل كده تجربة في مسلسل قصير ممالك النار، واخراج مريم احمدي. مريم احمدي كان ليها تجربه في مسلسل قصير اسمه 60 دقيقه مع ياسمين رئيس، وليها تجربه الاولى كانت مسلسل انا عشقت، كان مسلسل وحش قوي لامير كرارة في 2014، وعملت بعض حلقات في مسلسل الا انا. مسلسل بطوله احمد السقا، اشرف عبد الباقي، اسماء ابو اليزيد، حنان مطاوع، علي صبحي. المسلسل للكبار فقط، تحذير، مم. مسلسل للكبار فقط. هو للكبار وتقيله، فقط، عنفا ومحتوى. ولغه، ولغه، اه ومحتوى واللغه. اه، محتوى ولغه. مم. انا هنتكلم عن المسلسل ده لاسباب كتير. جون هنا من مم. اكتر، اعتقد ده ممثلك المفضل صح؟ طبعا طبعا جون طبعا. عنده عشق، يعني انت كنت لسه ما تعرفناش، بس جون عنده عشق غير منطقي، غير منطقي. انا اللي بقعد اهديه لاحمد السقا. انا بحب احمد السقا، بس طبعا مش يعني مش للدرجه بتاعت جون دي يعني. هو ده بيموت تيتو فيه يا جدع. هو بالنسبه له هو اكتر ممثل بيحبه. انا مش. هو عادل امام اكيد اه. إيه انطباعك عن جو اول 3 حلقات في الجوله الاخيره؟ والله انت بقى جيد جدا على المسلسل. ل... بس يا رب يكمل يعني ما بحبش الافوره، بس انا يعني بداية واعدة مبسوط جدا جدا جدا. شكل لا تتخيلوا. اول حاجه لانه بيعمل حاجه احنا ما بنعملهاش. احنا بطلنا نعمل اي فيلم او مسلسل على السيلف ديستراكتنج بيرسونا، الشخصيه المدمره لذاتها. الشخصيه المدمره لذاتها نتيجه لماضي اليم. عايز ريفرنس؟ اتفرج على ريجين بول. طبعا مش بنقارن، بس بتكلم على هي ريفرنس طبعا. حاشا لله. لفكره السيلف ديستراكتنج بيرسونا، مم. الشخصيه المدمره لذاتها. ان انا الاقي حاجه جاده. الاول حاجه مسلسل دراما، ودراما جاده، مكتوبه بعنايه جيده مم. جدا ولسه لم جدا تبوح بكل حاجة كمان. ده خالص. لسه. وفي ده لسه. كميه شخص، أنا مشكلتي يعني حلاوه المسلسل لغايه دلوقتي في ال3 حلقات اللي نزلوا دول مش الشخصيه الاساسيه، مم. كميه الاشخاص الكتير اللي انت لسه فيهم وراهم بلاوي انت لسه ما تعرفش عنهم حاجه، وشخصيات. مم. كل واحد عنده كاركتر، مش شخصيات عاديه. كل واحد عنده حته كده انا عايز اعرف عنه اكتر. علي صبحي شبكه، انا عايز اعرف عنه اكتر. اسماء ابو اليزيد انا مم. عايز اعرف عنها اكتر. شخصيه اشرف عبد الباقي انا عايز اعرف عنها اكتر. مع حنان مطاوع ومشاكل وبنتهم وابوه. الراجل ابوه ده، الراجل ده بيمثل تمثيل كلهم هايلين الصراحة. قدير، كله. قدير. كلهم ما عدا واحد. مين هو؟ مش عاجبني علي صبحي. يعني مش انا عاجبني شايف علي صبحي. كويس، انا شايفه كويس. لا، شايف كويس، بس انا اقول لك حتى اقول لك ايه كويس دي مشكلتي. مش لا، مش انا هقدر اقول. مشكلتي مش مع علي صبحي. انا هقول مشاكلي، بس انا عايز اقول الايجابيات دلوقتي. انا عايز اقول الايجابيات دي. ماشي الكتابه، ماشي. الكتابه هي رقم واحد في الايجابيات. في سلبيات انا هقولها، بس الكتابه رقم واحد في الايجابيات. قصه، بتشبيك القصص اللي حواليها، بان هو واخد نفسه بجديه. دراما واخده نفسها بجديه. وفي عايز كل أقول. حاجة ليها، كل حاجة ليها جذور. كل حاجة ليها جذور، يعني كل شخصية من قدامنا دي هي حصل لها حاجة وهي صغيرة بتنعكس عليها دلوقتي. احنا لسه ما شفناش ده كله تمام، بس دي احلى حاجه في ده الكتابه. وعده. تاني حاجه عجباني في الكتابه تصميم شخصيه احمد السقا. انا عاجبني جدا تصميم الشخصيه، اللي هو الشخصيه اللي ما بتتكلمش، اللي بيطلع الكلام منها بالعافيه، ساكت لايقه. وراه الدور ده كتير. انا كنت عايز ادخلها في التمثيل. الدور ده، يعني الدور ده انا حاسس ان هو دلوقتي اكتر دور مناسب لاحمد السقا. اللي احنا هنقوله دلوقتي هو بره الطيار. النت دلوقتي الترول ان انت تمسك احمد السقا ما بيعرفش يمثل. احمد السقا مش احسن ممثل على العموم. يعني بس نسيب الجمله دي للمسلسل ده. مم. الراجل ده في المسلسل ده واحد من احسن ادوار احمد السقا. احمد السقا احنا بنتكلم، بص الشخصيه عندها مرض، نفسيا متدمره، مصدي. على مم. احمد السقا الحقيقي اللي هو اصلا راجع من مرض، وتحس ان هو اصلا مصدي شويه، لسه عليه صدى. هل في دور افضل من ده لاحمد السقا ان هو يقدمه دلوقتي؟ تحس ان هو الدور ده بيرفكت ماتش لحاله احمد السقا الانسان دلوقتي.
مم. انت دلوقتي لما تيجي تعمل دور في البوكسنج وانت تحس ان انت تعبان، مش فت، تعبان جسديا وتعبان نفسيا. انا ببص لاحمد السقا حاسه مهموم ويخرب بيت هم مبهدل. الدنيا. لا سيب مبهدل، مهموم. الدنيا، الدنيا دايسه عليه. هي دايسه الدنيا دايسه عليه. عليه على طول، وال... عرقان وعلى طول متبهدل وعلى طول. وتحس ان هو بالظبط يعني. مريض. ما هو لانه هو اوريدي في الفيلم مريض. فلما مم. يجي حد يقول لك احمد السقا، اشرف عبد الباقي عامل دور احسن من احمد السقا، بس احنا مش عايزين، مش عارف لا. يا جماعه ما لا، وثاني كالعاده واحد. يقول لك الدور التاني بياكل احمد السقا دايما يا باشا. يا جماعه احمد السقا في ده مش بيعرف يمثل. انا عندي اعتراض، وممكن اخش مع اي حد في ديبيت لغايه بكره. امال امتى هنقول على حد بيعرف يمثل؟ هو بس اكيد انا ده هخش معاك. الترند الان. مم. انا مش من محب احمد تمثيل احمد السقا، وانت عارف ده. بس هو مم. الدور ده، لا هو ده بيرفكت ماتش، وانا شرحت ليه هو بس انت بيرفكت مش ماتش. مش بتحب احمد السقا يعني، مش بتكرهه. مش بكره له. انت ما انت بكرهش عندك حد عليه بقى يعني. يعني لا انت لا، ما متفق بكرهش حد يعني. معايا اللي هو في ما جيله بكرهش حد عنده احسن ثلاث اداءات. تيتو، يعني. ابراهيم الابيض، والجزيره، ما حدش في احنا جيله قلت لك وصل له. محتاجين نقعد نعمل لسته بعد كده. عشان ما بحبش اقول دي، بس محتاج اعمل لسته. اقول لك اه لا، بس هو طبعا عنده ادوار رهيبه يعني. لكن انا ما بحبش الترند اللي هو بيقلل، بيضرب في حد. لانه هو فعلا اما كمان يبقى يعمل حاجه كويسه، هو عامل حاجه كويسه يا جماعه. بس مش عايزين ناخد من اشرف عبد الباقي. اشرف عبد الباقي عشان تغيير جلد كامل. لا لا لا، مم. ما عندوش الحته بتاعت اشرف عبد الباقي. عارف اشرف عبد الباقي بيقعد يضحك. مع انه رماها كده بس كانت متوظفه حلو. كانت الحركه حلوه. العبيطه دي. بس لا، انا حبيت. لا بس انا عشان ما عنديش مشكله، ما عنديش اه. مشكله مع اسماء يزيد، ما عنديش مشكله مع اشرف عبد الباقي، مش ما عنديش مشكله. لا هم كويسين، مم. هم كويسين. لا، كلهم كويسين يعني، كلهم كويسين يعني. النهارده في الحلقه الثالثه اشرف عبد الباقي عمل حته مشهد. طبعا طبعا. يعني عارف انت انت بتتكلم وقفتهم عنه. لي هنا. اه وقفت والله. دموعي هنا. اشرف عبد الباقي انت ما بيبقى في حاجات تقيله كده تحس ان انت الهم يعني. خلي بالك انا اول حلقه ما خدتهاش كلها شوط واحد، حسيت ان هي تقيله. كنت جاي من الشغل، مم. فاهم اللي هو انا قاعد بتغدى كده، طب تعالى نشوف جوله كده ده بيقول ايه، لقيت لا ده محتاج تركيز. ايه مم. اللي بقى على حاله خاصه. حاجه ده هو ده بتاع الاكل، ده مش بتاع اكل. فاخدت كده 10 اه. دقايق، كنت لا ده محتاج التركيز بقى. فالمسلسل مم. تقيل. بس التقل ده في بعض الاحيان كده بيديك مش كوميديا، مفيش كوميديا، لحظات طيبه ويطبطب عليك كده. دفء. الحلقه مم. التالتة كان في لحظتين كده. مم. يعني الدنيا ممكن تبقى كويسه. بلس ان الحلقه التالتة انا بالنسبه لي هي افضل حلقه في المسلسل حتى الان. فيها قرار في اول الحلقه، هو ده القرار الصح. لو ما كانش اخد القرار ده انا كنت هتقفل من المسلسل تماما. مم. لانه ما كانش ينفع يعني، عارف قرار ما ينفعش يتعمل غيره. انت اه، شايف ممكن علي يبقى في صبحي. ممثل انا بقى شايف اقوى. مشكله علي صبحي ايه في المسلسل ده. مشكله علي صبحي مشكله قرار الراوي. وده انا شايفه اكتر قرار غير موفق في المسلسل. لا والله، يعني دي مش لا المشكله اللي عندي. انا ما انا عندي عندي مشكله كبيره مع مشكله قرار في الراوي ده. لغه جسده. آه، هو متنشن يا عمرو، مش بيمثل. ممتنشن اه. هو بس انا متنشن. عارف هو ممتنشن. ودي بس مش انا شخصيه، لا مش شخصيه. مم. دي تمثيل، مشكله تمثيل، مش مشكله، مش دي مش باك ستوري للشخصيه. انا حاسس ان دي باك ستوري الشخصيه. اتمنى. انا اتمنى، بس انا حاسس حاسس اللي هو انا حاسس دي باك ستوري مش. الشخصيه، لان حوار التلات امهات ده برضو لسه من ويرد از اه، ده فك. ده ويرد از قصه. فك يعني. لا لا لا، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه ده. فلا انا حاسس ان هو لا لا لا، ده واحد محتاج تعمل له كده عشان ينفجر. مم. علي صبحي عشان برضو الناس لو مش عارفاه، اللي كان عمل دوره في تحت الوصايه. تحت الوصايه لو طبعا ما فيش حد شافه روح شوفه. روح اه. شوفه تعالى. اللي عندي بس بعض المآخذ انا اسف عايز اقولها. في قرارات في الخلاف الاخراج، قرار مش سيء يعني. مش هقدر اقول عندي مشاكل شويه في المعارك لان هي معركه واحده او اتنين مش احسن حاجه. لكن عندي مشكله بقى حاجات غريبه قوي يا جماعه. يعني نوعيه موبايلات في 2014 مش موجوده في 2014. نوعيه اه. عربيات في 2017 مش موجوده في 2017. يا جماعه لدرجه ده في اغنيه في الحلقه الثالثه بتاعت روبي قلب بلاستيك بنقول اه. تحت ان هي في 2018 عن حدث يتعلق باسماء ابو اليزيد، كاتبين مم. تحت ب مم. 2018 والاغنيه نازله في 2021. ليه حاجات تافهه، مم. حاجات يعني. قلة قليلة جدا اللي بياخدوا بالهم من الحاجات يعني دي في مصر، اللي عشان بيراعوها يعني. انت اتكلمت عن الاغاني ده، انا عجبني قوي الاغاني يعني. اغنيه عجبني قوي محمد الاغاني منير اللي الحلقه هو. الثانيه. عجبني قوي ان احمد السقا لسه متعلق بالاغاني اللي هو بيسمعها وهو شاب.
هو مش عارف يتحرك. هو هو سيلف لسه ديستركت. شاب لم ينضج احنا لسه ما يعني. قلناش ان هو فعلا هو سيلف ديستركتيف بيرسونا، هو مش عارف يتخطى اللي حصل من 7 سنين، بالظبط. وقاعد هو في بيدمر في فترة، ذاته. لا مش بس دول، لا ده هو مبين لك اللي هو ما كانش عايز يبقى دكتور اصلا. مم. فهو في عمر من حياته هو يعتبر معشوش، فهو اه، لسه واقف عند احمد السقا الشاب، او يعني شخصيته الشاب اللي كان بيسمع محمد منير وعمرو دياب. انا شايف اللي طلع علينا في اول 3 حلقات ده في لايرز كتير نتكلم فيها اكتر. بس احنا مش عايزين نحرق، عايزينكم تخشوا تتفرجوا على المسلسل لانه فعلا الشيء الاول مبشر. واعد. 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 هيبقى كويس ولا لا؟ مم. اتمنى. ما اتوقعش، اتمنى انه يفضل كويس. اه انا لكن خايف. اه انا انا مقلق الصراحه. فاحنا بنقول لكم يا جماعه مش هناخد فورمات عادي، ده دردشه، بس لو في ملخص هنحطه في الاخر. طبعا مسلسل مم. اول 3 حلقات جيد جدا، بدايه واعده، تمثيل رائع من الجميع. جون شايف ما عدا علي صبحي، انا شايف قشطه علي صبحي عنده مش احسن حاجه، بس لا مبرره. بجد والله انا عايز نقضي وقت شويه مع حنان مطاوع. انا محتاجين نقضي وقت مع ناس كتير، السايد ستوريز كتير. اه. سايد مم. ستوريز كتير، مم. سايد ستوريز كتير. مم. انا اصلا كنت بحس ان يا ريته كان فيلم، بس الف خساره والله، يا ريته كان فيلم. يا ريت. اه والله. كان ساعتين هيبقى ونص فيلم كده. ملحمي، كان فيلم ساعتين الحاجات دي لما ونص. تتضغط في فيلم. مم. ساعتين ونص. يلا. وهنا هيبقى في احتياج ان الفيلم يبقى طويل سيكا، ان انت عندك حاجه يعني. مم. اوفرول، شوفوا الجوله مم. الاخيره يستحق المشاهده على الاقل اول 3 حلقات دول. احنا هنكمله بنسبه 100%. اكيد هنكمله، ان هنعمل شاء عنه ان الله. شاء الله مناقشه بعد ما نخلصه. هيبقى كمان شهر من دلوقتي كده. فبرضه قولوا لنا انتوا انطباعاتكم ايه. وزي ما قلنا دايما، اهم حاجه لايك، شير مهم جدا، كومنت، عايزين نسمع من ارائكم دايما. قولوا لنا يا جماعه في الكومنتس كده بالنسبه لكم افضل اداءات لاحمد السقا انتوا شفتوه. انا بالنسبه لي افضل اداء شفته لاحمد السقا هو منصور حفني. اكيد الله ينور. انت عجبني انك قلت منصور حفظ، اه. مش الجزيره. لا لا، هو منصور منصور. حفني. منصور حفني منصور حفظ. لا ده. صاحب اعظم لاين في السينما المصريه بالنسبه لي، آه. مش هنقول اللاين طبعا عشان رقابه. اه. رقابه حلو. ايوه ايوه كريمه، كنت عايز اتجوز كريم. انت مخك راح فين يا راجل؟ لا يلا يا شباب، قولوا لنا رايكم وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي. باي باذن باي. الله. والله. اشرف عبد الباقي بيلفت نظره، يعمل ايه من غير ما يلفت نظره؟ دي كانت جامده فشخ، كانت جامده فشخ. حركه واحده بس، حركه واحدة. وتمثيل السقا، تمثيل السقا اللي هو لقط وفاهم. واو. واو. عشان كده هو لا. السين ده كله على بعضه، السين ده كله السين على بتاع الحلقه بعضه. الثالثه ده ابن لذينه، ابن لذينه، امم. ابن امم. لذينه، فهمك ان مشكله السقا الاسائي امم. دي حلاوه السيناريو والحوار، ان احنا في السين ده امم. مشكله السقا ان هو الحاجات اللي عنده الكتير دي، مشاكله الصحيه ومشاكله الماضيه ومشاكله مع بنته ومشاكله الماديه، امم. بس اساس النقطه دي كلها تعامل ابوه معاه. فاشرف عبد الباقي وهو قاعد معاهم فبيعلم البت تعمل ايه اللي ابوه مش، امم. ابوها خايف يعمله عشان ما تكرهوش، امم. مش عارف يعمل معاها ايه. بالظبط هو مش عارف، لحد ما جه فنور واحد في لفت دماغه. لفت نظره اه. بالظبط. وعجبني بقى في حته ايه، ان هو اللقطه اللي بعديها احنا رايحين لابوه بالبت، فالبت امم. تشوفه وهو بيتضرب. اه. اه. امم. سيناريو. آه. سيناريو وما جاش بقى ايه، انت مشكلتك ايه ان ابوك كان عمل كذا كذا. لا 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 لا. افهم انت بقى، انت لما انت تفهم. سبت والدتك كلمتني وانت في اه. الاسماعيليه. فيش الكلام ده. لا لا لا، اه. فيش الكلام ده، لا ده اللي بسميه ناضج. في نضج. امم. بيتعامل معايا امم. ان انا انسان بفهم، انا مش في محاضره. عشان كده انا وثلاث كاري. ممثلين في افضل احوال. طبعا البنت صغيره، حتى البنت صغيره الخضه اللي هي فيها دي مش عارفه تعمل ايه. امم. مش امم. عارفه تعمل ايه. امم. و- وحتى بقى هنا اللي هي دي بقول لك، لقطه في الحزن اللي احنا فيه ده، مسلسل حزين، لقطه اللي هي بتاعت السفره دي، طبطبه، بنطبطب عليك. ده ما الحياه فيها حاجه، في حاجه ينفع امم. تتقال. انا اللقطه دي بالنسبه لي، عشان كده بقول لك انا بالنسبه لي احلى حلقه الحلقه الثالثه. الحلقه الثالثه. الحلقه الحلقه الثالثه الثالثه. هي اللي فيها اللقطه دي. الحلقه الثالثه هي اللي فيها القرار اللي عجبني جدا. الحلقه الثالثه هي اللي فيها الانتر اكشن ما بين احمد السقا واسماء ابو اليزيد اللي كان حلو قوي. وكان في لقطه، طب ما احنا ممكن نضحك اهو، في وسط الحاجات دي لازم يبقى في لقطه ضحك. تنشنتو مع حنان مطاوع كانت في الحلقه دي ولا الثانيه؟ لا متواضع كانت الثانيه. قرار دي كان طبعا متواضع. اشادة بالاخراج، يعني الاداءات التمثيليه دي ممثلين واخراج اكيد طبعا يعني لا لا طبعا طبعا. و خصوصا ان الاثنين الممثلين اللي جاي لها مش جاي لها من احسن احوالهم.
يعني واضح الفرق على ايديك، خالص. فرق على ايديك انت كمخرجه. خالص. ومعاهم بقى اتنين طب ممثلات شاطرين يعني. اسماء يزيد ممثله شاطره جدا، وحنان مطوع اه غول يعني. انا فهي اه ميكس، ميكس محترم يعني. الفنانة التي تصيب دوما يعني. اه، فاتمنى ان المسلسل يكمل على كده.